المركز الوطني للرياضة الأمير مولاي رشيد بمدينة السلا عقدت الجامعة الملكية المغربية رياضات الكيك بوكسينغ، مواي تاي، الصافات والرياضات المماثلة جمعها العام العادي والغير العادي للمواسم الرياضية 2020 2021 2022. بعد اكتمال حضور النصاب القانوني تمت تلاوة التقارير الأدبية والمالية لسنوات 2020 2021 2022. الأخيرة شهدت مصادقة بالإجماع. اليوم الحمد لله في المعهد الملكي مولاي رشيد كنعقدوا هذا الجمع العام ديالنا اللي كان كل شيء حاضر، كان النصاب، كانت واحد الشفافيه، كانت التقارير الماليه والادبيه واللي صدق عليها الجميع، وكنهني اللي وقعوا واللي صدقوا وداروا الثقه في الجامعه. هذا الجمع عرف أيضا تجديد الثقة في السيد عبد الكريم الهلالي لولاية أخرى بالإجماع، واختياره رفقة شركائه في اللائحة لمواصلة المشوار الرياضي في مختلف أصناف هذه الرياضات. أولا الإخوان تايقين وبغاو المسيره تبقى مكمله على النجاح اللي قمنا به في هذه السنوات كلها، لانه كالاعلام كتواكبوا النتائج ديالنا وكنفرضوا المغرب في جميع المحافل الدوليه من بطولات العالم اللي حققنا فيها الرتبه الثالثه ضمن 79 دوله، والبطوله العربيه اللي حققنا فيها الرتبه الاولى ضمن 17 دوله، والبطولات الافريقيه. هذا الشيء ماشي سهل. خلال الجمع الغير العادي شهد النظام الأساسي الجديد للجامعة الوصية التصويت بالإجماع بعدما تم اللجوء إلى التصويت السري وفق ما تنص عليه القوانين في هذا الشأن، ليكون الإجماع مرة أخرى العنوان الأبرز لهذا الحدث. المصادقة أيضا على النظام الأساسي النموذجي الجديد ديال الجامعة الملكية المغربية لرياضة الكيك بوكسين، موي تاي، الصافات والرياضات المماثلة، حريصين على الاستمرارية ديال السي عبد الكريم الهلالي على رأس هذه الجامعة هذه. وبالفعل كما قلت لك القائد اللي أثبت الكفاءة ديالو، النجاعة ديال الخطط ديالو، يعني كل ما كيهدف الى الدفع واعلاء هذه الرياضه هذه بطبيعه الحال وتبويئها مكانه عليا على المستوى العالمي الافريقي والعربي وايضا الوطني. وفي ختام هذا الجمع تمت تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوع إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.